السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ديامونتينا تيفي. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. جيت نشارك معكم ماسك لتبييض الوجه والرقبه. كما كنهضروا على لي ماسك الخاصين بالوجه، راه كنهضروا حتى على لي ماسك الخاصين بالرقبه. ماسك طبيعي 100%، جوج ديال المكونات فقط كيعطيونا ماسك فعاليه ديالو جد مرتفعه. كما كتشوفوا هنايا كنوريكم النيله الزرقاء او النيله الصحراويه المغربيه. كما كتشوفوها هذه النيله الصحراويه الاصليه ماشي المزوره، فضروري انكم في هذا الماسك هذا تستعملوا النيله الصحراويه الاصليه ماشي المزوره. كما كتشوفوا انا مجرد ما هزيتها كتخلي اللون. الاصليه هي اللي كتخلي اللون قبل ما ديريها في الماسك، ماشي حتى كديريها في الماسك وتخلي لك اللون ديال الوجه ديالك ازرق. وغادي نوريكم فيديو اللي غادي تعرفوا به النيله الاصليه من النيله المزوره، باش ما تستعملوش شي نيله اللي تضر لكم البشره ديالكم. كما كتشوفوا ان النيله عندها فوائد عديده، كتبيض الوجه، كتصفي الوجه ديالنا، كتستعملوها كماسكات للوجه او ماسكات للجسم كغوماج في الحمام المغربي. تصنعت منها بزاف ديال المواد التجميليه، صابونات اللي شو هذاك لي غوماج ديال الجسم او لي صافوناج اللي كنستعملوا للجسم في الحمام المغربي. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم البنات، الله يجزيكم بخير اللي كيوصلوا الفيديو ديالنا لاكبر عدد ممكن. كما كتشوفوا هنايا كنشارك معكم الفيديو اللي غادي تعرفوا به النيله الاصليه من النيله المزوره. غناخذوا شويه ديال النيله فقط كما كتشوفوا راس معلقه صغيره، وغادي نديرها في نصف كاس ديال الماء صافي. وغادي نحركها مزيان بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفي ضروري التحريك حتى كتذوب في الماء، وكنخليوها لواحد المده ديال ساعتين. الا ترسبات في الاسفل ديال الكاس وطلع الماء الفوق، فهذه النيله كتكون نيله اصليه، وكتقدري انك تستعمليها في الوصفات الطبيعيه ديال الوجه او الرقبه او لا الجسم. كما كنهضر حتى على الوجه راه كنهضر حتى على الجسم، لان النيله كنستعملوها حتى في الوصفات الطبيعيه الخاصه بتبييض الجسم. سينو ما ترسبتش لك، لان النيله المزوره ما كترسبش لك في القاع ديال الكاس، دونك كتعرفي ان النيله هذيك ما صالحاش للاستعمال. يعني اي حاجه بغينا نستعمل الجسم ديالنا خاصها تكون طبيعيه 100%، وخاصك تكوني عارفه منين شريتيها. وحتى الا شريتيها ما كتثقيش، يعني صافي عطيت لك انا تجربه هنايا باش انك تعرفي النيله الاصليه من النيله المزوره. صافي هنا غادي نستعمل هاد النيله هذه. كما كتشوفوا عندي جوج ديال المكونات. هذا الماسك هذا جد رائع مناسب لتبييض الوجه والرقبه، وكذلك كتستعمل الجسم ولكن كتستعمل بوصفات اخرى. هنا كيتلقى لنا البروتين اللي كنلقاوه في الياغورت الطبيعي او الياغورت المسوس، وكيتلقى لنا مع عنصر اللينغوتينين والبروتين، راه كيعطيو واحد الفعاليه جدا جد ممتازه في تبييض الوجه. وهذا الماسك هذا فقط كنستعملوه جوج مرات في الاسبوع فقط لمده 20 دقيقه كل مره. فاش كديري ماسك كطبقي كتخليه 20 دقيقه لمده شهر كامل، كافي انه يعطي نتائج جد رائعه في تبييض واشراقه الوجه. كما كتشوفي هنايا كان انا النيله الزرقاء. كنحاول انني نبسط لكم الوصفات، يعني انا هنا ما طحنتهاش، تقدروا انكم تطحنوها وتغربلوها، فداك الاختيار كيرجع لكم. انا دائما كنبغي نبسط للناس اللي كيكون مثلا ما كيكونش عندهم متوفر الطحان الكهربائي وكيعكزوا انهم يديروا داك لي ماسك لان ما عندهمش الطحان الكهربائي. صافي هنا كنشد هاد الحكاكه الصغيره دائما كنخصصها بلي ماسك ديالي، كنحكها كتعطيني النيله الزرقاء غبره، يعني ما كنحتاجش حتى انني نغربلها او لا حتى شي حاجه. يعني فاش كنحكها هنا حكيت فقط تقريبا نصف ملعقه صغيره، غنستعملوا نصف ملعقه صغيره فقط كافيه اننا نديروا بها ماسك للوجه والرقبه، لان غنستعملوا الوجه والرقبه. يعني ما يمكنش اننا نستعملوا ماسكات للوجه ونبيضوا الوجه ديالنا ونعتنيو بالوجه ديالنا وكيكون الرقبه ما كنعتنيوش بها، كيبقى داك الاختلاف في الالوان. يعني كما كنهضر على الوجه كنهضر على الرقبه. هنا غنضيف جوج معالق ديال الياغورت الطبيعي او الياغورت المسوس بدون نكهات. صافي غادي نخلط. ضروري انكم كتهزوا ديك القشطه الفوقانيه ديال الياغورت لان كتكون فيها واحد النسبه عاليه من البروتين. صافي هنا كنبقى نحرك الخليط جيدا. جوج معلقات كما كنعاود المقادير عاوتاني، جوج معلقات ديال الياغورت الطبيعي او الياغورت مسوس مع نصف ملعقه ديال النيله الزرقاء. انا كنستعمل هاد الجوج المكونات بدون اي اضافات واحده اخرى. مثلا ان شاء الله غنشارك معكم تحضير صابونه النيله الزرقاء باش انكم تحضروها بالنيله الاصليه في البيت ديالكم، افضل من انكم تشريوها ما كتعرفوش المصدر ديال الانتاج ديالها.
وغادي نحضر معكم ان شاء الله كوماج النيله الزرقاء للجسم. الماسكات اللي كنستعملوا للجسم بالنيله الزرقاء، التبريمه اللي كتدخل فيها النيله الزرقاء، يعني اي حاجه بالنيله الزرقاء الصحراويه كنستعملوها في التجميل. عندها فوائد زوينه بزاف، حيت هذه كتواجد في المناطق الجنوبيه وكيستعملوها تما بزاف في الصحراء، كيستعملوها في لي ماسك ديالهم. يعني ما كاينش شي ماسك ما كيستعملوش فيه النيله الزرقاء، اولا التبريمه الصحراويه ما كتدخلش فيها النيله الزرقاء. ضروري خاص النيله الزرقاء تكون. صافي هنا كنحرك هذا الماسك، هذا الخليط ديالي جيدا كما كتشوفوا. مع ان الليله الزرقاء باش تعرفها اصليه، يعني ما بهاتش اللون ديالها، واخا خففناه بالياغورت الطبيعي داك اللون ديالها ما عطاش داك، حيت نورمالمون خاصو يتحول لواحد البلوسيال اللي هو فاتح. لان باش تعرفها نيله اصليه يعني اللون ديالها ما كيبهاتش. هي فاش كتهزيها حجره راه كتطلق لك اللون في الجلد، ولكن فاش كتطبقيها كماسك ما كتبقاش تطلق لك اللون. على العكس المقلده الا طبقتيها كماسك في الوجه كتطلق لك الزروقيه في الوجه ديالك، والجا ما فك داك الزروقيه في الوجه ديالك. صافي هنا من بعد ما خلطت هذا الماسك هذا جيدا بهالطريقه هذه، كنطبقوا دائما على بشره نظيفه. يعني نحاولوا ما فيها بس اننا نقوموا البشره ديالنا، نحيدوا الخلايا الميته، نطفوا البشره ديالنا تنظيف عميق جدا، عاد نطبقوا لي ماسك باش كيعطي نتيجه رائعه ومذهله. بالنسبه للكوماج، راه الكوماج اسهل كوماج تقدري ديري انك تنظفي به البشره ديالك هو الزيت والقهوه، اللي هي كتكون ماشي سريعه الذوبان، القهوه العاديه اللي كنطيبوها. كطيبيها ومن بعد كتاخدي داك التخت ديالها وكتضيفيه مع الزيت وسكر سنيده وكتقومي به الوجه ديالك. كوماج ارخص كوماج افيكاس للبشره، طبيعي 100%. صافي هنايا من بعد غادي نبدا نطبقها هنا على اليد ديالي. شوفوا تبارك الله اللمعه اللي كتعطيها النيله الزرقاء ملي كتطبقيها كماسك. انا صراحه كيعجبوني لي ماسك ديال النيله الزرقاء، كنحماق عليهم. ضروري عندي معتمد يومين في الاسبوع كندير هذا الماسك هذا. كنخليه لمده ديال 20 دقيقه، يعني كل ما كنطبقو كنخليه مده 20 دقيقه. كنحاول انني نتجنب لي كونتور دو زيو. علاش؟ لان تقدري مثلا الا كانت النيله غير اصليه ضروري خاصك تجيبي لي كونتور دو زيو. اما الا كان مثلا النيله الاصليه ديالك وعارفه ان النيله اللي كتستعملها اصليه 100% طبيعيه، دونك راه ما كاين حتى شي اشكال انك تقيسي لي كونتور دو زيو. وانما تفادي المشاكل، بعض المشاكل ضروري اننا خصنا نتفاداو. واخا نعرفوا نديرو غير واحد دو سيركل ديال الخيار او شي حاجه، ولا الكوطون فين ما ورد، ونحطوه على العين ديالنا في لي كونتور دو زيو في لا بيريود اللي كنكونوا دايرين فيها الماسك. صافي هذا الماسك كما كتشوفوا كنخليوه واحد 20 دقيقه وكنغسلوه، كيعطي واحد الاشراقه بياض ناصع على الوجه. يعني خصوصا دابا اننا يلا خرجنا من فصل الصيف كنحتاجوا هاد لي ماسك الابيض باش كنحيدوا داك الكحوليه اولا ديك السموريه اللي كنكونوا تعرضنا لها في فصل الصيف نتيجه اشعه الشمس والعومان والتبحار وداك الشيء. فضروري اننا كنبغيو نعتنيو بالوجه ديالنا باش يرجع الوجه ديالنا الوجه الطبيعي. وكذلك الناس اللي كتعاني من الكلف، كتعاني من التصبغات، فهي كتوحد اللون. يعني شي حاجه اللي هي طبيعي 100%. جوج المكونات غير مكلفه، 5 دراهم ديال النيله الزرقاء تكون عندك اصليه. ياغورت طبيعي كيكون الياغورت الطبيعي كيكون فقط عندك بجوج ديال الدراهم، يعني غير مكلفه. وماسك طبيعي 100%، ما فيش حتى شي اضرار على البشره او حتى شي حاجه، ما فيش شي مواد كيميائيه ولا شي ضرر على البشره. كنتمنى الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لايكات ديالكم وتعليقكم اللي كتشجعني بزاف بزاف. ما تنساوش تشاركوا في قناه ديامونتينا تيفي باش يوصلكم اي جديد للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد نزل على شكل نوتيفيكاسيون. وكنقول لكم الى اللقاء، ونخلي لكم خليكم في راحه الله. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم سالمين ودمتم في رعايه الله.